هنعمل النهاردة أكلة العزومات ولمة العيلة. هنعمل فراخ بالكاري بطريقة جديدة بس لذيذة جدا. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. يلا بينا. صدور فراخ مخلية مغسولة كويس، هنقطعها مكعبات متوسطة الحجم. هنتبلها بكوباية من الزبادي، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، ملح حسب الرغبة، فلفل اسود، كمون، كزبرة، جارة مسالة ودي بهارات هندي، كركم، كاري، زيت نباتي، 2 معلقة كبيرة من الخل. هنقلب الفراخ في التتبيل كويس جدا وهنسيبها في التتبيلة على الأقل نص ساعة. في طاسة سخنة هنحط زبدة وعليها شوية من الزيت. هننزل بقطع الفراخ المتبلة على أجزاء، مش هنملى الطاسة علشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتتحمر كويس. ده شكل مستوى التحمير اللي احنا عايزين نوصل له. هنكمل بقية كمية الفراخ بنفس الطريقة. في طاسة سخنة هنحط زبدة وهننزل عليها ببصل مقطع شرايح ونحمره. هنحط عليه من نفس البهارات اللي تبلنا بيها الفراخ، فلفل اسود، كمون، كاري، كزبرة، كركم. هنحط توم مفروم وجارة مسالة. ممكن اللي بيحب الحاجة الحراقة يضيف تشيلي فليكس أو شطة. هنضيف كوبايتين من عصير الطماطم الفريش، ربع كوباية من المية المغلية، وهنسيبهم يتسبكوا مع بعض دقيقتين. بالهاند بلندر هنضرب خليط البصل لحد ما ينعم. في طاسة سخنة هنحط الفراخ اللي حمرناها ونحط عليها خليط أو صوص البصل بالطماطم، وهنسيبهم يتسبكوا مع بعض حوالي 5 دقايق. هنضيف معلقتين كبار من الزبدة ونقلبهم. هنضيف كريمة طبخ حوالي 200 ملي، وهنقلب كله مع بعض كويس جدا ونغطي عليهم ونسيبهم كمان 5 دقايق. وبس كده. دوقوا بقى أحلى فراخ كاري ممكن تدوقوها. هنقدمه مع رز أبيض أو فيتوتشيني، وألف هنا.